السلام عليكم يا بنات. النهارده هنعمل القلقاس. الشتا بقى دخل وعايز الاكلات اللي هي بالدفي. يلا بقى معايا نشوف عملناه ازاي والمكونات ايه. معايا القلقاس ومعايا السلق ومعايا كزبره اهو. القلقاسه تتجاب مدوره. يلا بقى نقطعها وبعدين نقطع في السلق وبرده الكزبره. يلا معايا نشتغل فيه على طول. بناخد الورق والعروق بنرميها. تمام. هنكمل بقى التقطيف وبعد كده هو نقطع القلقاس. قطعت القلقاس بعض زي كده حسب الحجم اللي انتوا عايزينه. خلاص. وبرده قرطفت السلق اهو الكزبره وحطيت عودين بس شبت. يلا بقى على البوتاجاز على طول. ميه بتغلي على النار، طفيت عليها بحط القلقاس. بصوا يا بنات، في الخلاط حطيت السلق والكزبره الخضراء وحطيت عودين الشبت. هحط بقى عليهم نص كوبايه شوربه، مش هحط ميه، هحط نص كوبايه شوربه. ضربنا السلق والكزبره في الخلاط، صفيناها، حطينا زودنا لها شوربه والتفل بتاعها اهو هنحمره مع معلقه سمنه بلدي. يلا بقى نشوف القلقاس. كده اخر غسله للقلقاس، صفيناه من الميه السخنه وبعدين فضلنا نغسل فيه لما بقى خشن. يلا بقى نصفيه ونحطه على الشوربه بتاعتنا. حطيته على الشوربه، هسيبه بقى يستوي، ارجع اعمله الطشه بتاعته. وهنا اهو القلقاس خلاص داخل في السوا. مش هحط التوم دلوقتي، شويه كده هحط التوم. كده برضو حطينا التوم اول ما ابتدت تغمق. بصوا بنات حطينا الطشه. كده حبايبي يكون وصفتنا خلصت النهارده. عملنا القلقاس بطريقه سهله وبسيطه. عملنا رز بالشعريه وفراخ. عجبتكم الوصفه؟ يا ريت شير ولايك واشتراك في القناه حبايبي عشان يوصل لكم منا كل وصفه جديده سهله وبسيطه. بصوا بصوا ما شاء الله، بصوا تحفه. وزي الزبده ومخدش 10 دقايق على النار. سلام عليكم.